تخيل معاي كده، من كام سنة فاتوا كنا بنقابل أصحابنا في الشارع، بنهزر، بنضحك، وبنسمع حكاوي بعض. كنا بنشارك لحظاتنا الحلوة بجد، ونعرف أخبار بعض من صوتنا، من نظرة عينينا. لكن فجأة وبدون مقدمات حياتنا اتغيرت 180 درجة. فاكر محمد؟ كان شاب بسيط بيحب الحياة، ضحكته بتوصل للقلب. كان بينزل الشغل الصبح، بيستمتع بيومه، ويخرج مع أصحابه بالليل. عمره ما كان مهتم بالمظاهر. فجأة محمد ده اختفى، ظهر مكانه واحد تاني، مهووس بالصور، باللايكات. حياته كلها بقت متصورة، ومش بس متصورة، لأ دي متفلترة ومتعدلة عشان تظهر أحسن ما فيها للناس اللي على الشاشة. محمد ده مش حالة فريدة، محمد ده ممكن يكون أنا، ممكن يكون أنت، وممكن يكون أي حد فينا. السؤال هنا، إيه اللي حصل لمحمد؟ وإيه اللي بيحصل لنا كل يوم؟ هل السوشيال ميديا دي مجرد أداة، ولا هي بقت بتغير فينا، في شخصيتنا، طريقة تفكيرنا، وفي حتى إحساسنا بذاتنا؟ ده اللي هنعرفه سوا في رحلة إجابات مثيرة بعد القصة اللي سمعناها. تعالوا بينا ندخل في تفاصيل أكتر، ونشوف إزاي السوشيال ميديا دي ممكن تلعب في خريطة شخصيتنا. وهم السعادة والمقارنة القاتلة. كلنا بنشوف على السوشيال ميديا صور مثالية، ناس مسافرة، ناس بتضحك، أكل حلو، بيوت فخمة. بنشوف أحسن اللقطات من حياة الناس، وبننسى إن الحياة مش كلها صور حلوة. النتيجة إيه؟ بنبدأ نقارن حياتنا بالصور دي، حياتنا العادية اللي فيها مشاكل وتحديات. بنحس إنها مش كفاية، وبنوقع في فخ الإحساس بالنقص وعدم الرضا. مثال، شخص بيشوف صور صحابه في سفر طول الوقت، فيحس إن حياته مملة، مع إنه ممكن يكون سعيد في شغله أو في عيلته. تغيير مفهوم النجاح والقيمة الذاتية. زمان كان النجاح مرتبط بالإنجاز الحقيقي، بالشغل، بالعلم، بالعلاقات الكويسة. دلوقتي كتير من الناس بقى يقيس قيمته بعدد المتابعين، باللايكات، بالشير. لو صورتك جابت آلاف اللايكات تبقى ناجح ومؤثر، ولو لا ممكن تحس إنك مش مهم. ده بيغير من أولويتنا، وبيخلينا نسأل حاجات ظاهرية أكتر ما هي جوهرية. مثال، شاب بيقضي ساعات طويلة في عمل محتوى مبتذل عشان يجمع تفاعل، بدل ما يستثمر وقته في تطوير مهاراته الحقيقية. كلامنا لسه مكمل عن تأثير السوشيال ميديا على شخصيتنا. وقبل ما نكمل باقي النقط المهمة، لو شايف إن الكلام اللي بنقوله ده لمس فيك حاجة أو خلاك تفكر، ياريت تدعمنا بلايك للفيديو، وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. دعمكم بيخلينا نكمل ونقدم محتوى مفيد أكتر. يلا بينا نكمل. موت مهارات التواصل الحقيقي. بقينا بنتواصل عن طريق الشاشات أكتر ما بنتواصل وجها لوجه. بنتكلم بالإيموجي والاختصارات، وبنتجنب المكالمات التليفونية الطويلة. ده بيأثر على قدرتنا على فهم لغة الجسد، على قراءة تعبيرات الوجه، وعلى بناء علاقات عميقة مبنية على الحوار الحقيقي والاستماع الفعلي. بنبقى أشطر في كتابة البوستات من إننا نكون أشخاص اجتماعيين بجد. مثال، شخص بيكتب بوستات رائعة عن الصداقة، لكنه بيخاف يقابل أصحابه على الطبيعة ويتكلم معاهم. تأثير الفقاعات المعلوماتية. خوارزميات السوشيال ميديا بتورينا المحتوى اللي بنحبه أو بنتفق معاه. لو بتتابع صفحات ليها رأي معين، هتلاقي نفسك بتشوف نفس الرأي ده طول الوقت، وده بيخلينا عايشين جوا فقاعة من المعلومات المتشابهة، مش بنتعرض لوجهات نظر مختلفة. النتيجة، بنبقى أقل القدرة على تقبل الرأي الآخر، وبنفتقد مهارة التفكير النقدي. ممكن شخصيتنا تبقى أكثر تعصبا لآرائها. مثال، شخص بيتابع بس الصفحات السياسية اللي بتأيد رأيه، فبيبقى مقتنع إن رأيه هو الصح الحقيقي، وما بيتسمحش مع أي رأي مختلف. تقليل التركيز والصبر. كل حاجة على السوشيال ميديا سريعة، بوستات، ريلز، فيديوهات قصيرة. اتعودنا على المعلومة السريعة والمحتوى السريع. ده بيأثر على قدرتنا على التركيز لفترات طويلة، سواء في المذاكرة، في الشغل، أو حتى في قراءة كتاب. بقينا بنزهق بسرعة، بنفقد صبرنا لو المعلومة مش بتجيلنا في ثواني. ده بيخلي شخصيتنا أقل قدرة على المصابرة والتعمق. مثال، طالب مش بيقدر يركز في محاضرة طويلة، وبيحتاج ياخد بريك كل 10 دقائق عشان يقلب في الموبايل. بعد ما شفنا
إزاي السوشيال ميديا ممكن تغير في شخصيتنا من غير ما نحس. السؤال المهم هنا، هل ده معناه إن السوشيال ميديا شر مطلق ولا لازم نخضع علاقتنا بيها تماما؟ لا طبعا، السوشيال ميديا أداة قوية جدا، ممكن نستخدمها في الخير، في التعلم، في التواصل مع ناس بنحبها بعيدة عننا. السر كله في الوعي والاستخدام الواعي. حدد وقت استخدامك، مش لازم كل لحظة فراغ تكون على الموبايل. نوع في مصادرك، اتعرض لآراء مختلفة عشان ما تقعش في فخ الفقاعة. ركز على الواقع، اهتم بعلاقاتك الحقيقية، واستمتع باللحظات اللي مش متصورة. تذكر قيمتك مش باللايكات، قيمتك في شخصيتك الحقيقية، في إنجازاتك، في علاقاتك الصادقة. شاركنا رأيك في التعليقات تحت الفيديو. إيه أكتر نقطة حسيت إنها بتنطبق عليك؟ وإيه الخطوات اللي ممكن تاخدها عشان تستخدم السوشيال ميديا بوعي أكتر؟ وفي النهاية، لو الفيديو عجبك واستفدت منه، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في فيديو جديد وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.